بفهم وعمق وسهولة. أقولك على حاجة، كل حاجة حوالينا، كل حاجة حرفيا مكونة من ذرات. الكرسي اللي انت قاعد عليه، الموبايل اللي في ايدك، الهواء اللي بتتنفسه، المية، التراب، حتى جسم الإنسان نفسه، كله مكون من ذرات. يعني ايه؟ يعني انت جسمك، دمك، شعرك، عضلاتك، عقلك، كله معمول من ذرات. طب ممكن نفهم أكتر؟ مش فاهم. تمام، خليك معايا وهنوضح كل نقطة. في الأول بنعرض الصورة ككل، بعد كده بنبدأ نفهمها ونفصصها واحدة واحدة مع بعض. الذرة هي أصغر جزء من العنصر، بيحمل خصائصه. وحط خطين تحت ويحمل خصائصه، لأننا هنرجع لها تاني. احنا قلنا ان كل حاجة مكونة من ذرات، والذرات هي أصغر جزء معبر عن العناصر. ايه هي بقى العناصر؟ العناصر هي أساس كل حاجة حوالينا. ربنا أوجد كوكب الأرض، وكل حاجة على كوكب الأرض مكونة من عناصر. هو انتي تقصدي بالعناصر دي اللي هي الذهب والمنجنيز والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين؟ أيوة، هي دي العناصر. العناصر دي اتوجدت على كوكب الأرض، وهي اللي بتشكل كل حاجة عن طريق إنها بتتحد مع بعض بطرق مختلفة، مكونة لينا كل حاجة حوالينا.